خبر مهم يا جماعه، التحكيم جاي له اوامر ان الزمالك ما يكسبش ماتشات في الدوري. لا دي حقيقه، اصل ده ملهوش معنى غير كده. لما الزمالك يبقى ليه ضربه جزاء واضحه وصريحه الاعمى يشوفها، تمام، وما تتحسبش، وضربه جزاء للبنك الاهلي تتحسب، ده يبقى اسمه ايه؟ لما الحكم يصفر قبل نهايه الوقت الضايع في الشوط الاول والزمالك رايح بهجمه وهجمه كمان يعني فيها امل، تمام؟ ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ممكن افهم؟ ده اسمه ايه؟ انا نفسي اعرف انتوا عايزين تعملوا ايه؟ طيب دلوقتي انتوا بتقولوا ان الزمالك اصلا مش منافس على الدوري، بس انا هقول لك بقى الحكام بتعمل كده ليه. الحكام يا باشا جاي لها اوامر تعمل كده ليه؟ عشان دلوقتي لو بيراميدز شد حيله وخد الدوري من الاهلي، لازم الاهلي يكون في المركز الثاني عشان يشارك في افريقيا، صح؟ فلو الزمالك شد حيله ممكن ينافس على المركز الثاني، نهبطه من الاول، فالاهلي ياخد المركز الثاني كده كده ضمنه عشان يشارك في افريقيا. والله بقى ضغط على بيراميدز وخد الدوري، حلو، ما خدوش يبقى ضمن افريقيا. طب انا ذنبي ايه؟ لحد امتى العداله التحكيميه في مصر هتبقى غايبه؟ امتى هتحضر طيب عشان نبقى موجودين ساعتها؟ بس قلنا الفار لما دخل الحال هيتعدل، اتاري حتى الفار كوسوه. طبعا دلوقتي واحد اهلاوي ظريف هيدخل يقول لي في الكومنتات مش انت اللي دعمتي التحكيم المصري؟ هقول لك يا حبيبي انا ما دعمتش حد، تمام؟ الاهلي كان عنده فرصه ان يطلب تحكيم اجنبي من بدري وهو اللي ما طلبش، استنى لحد ليله المباراه. حلو، انا ما طلبتش تحكيم مصري، انا قلت اللي انتوا عايزينه هاتوه، بس انا مش دافع، تمام؟ عشان بس الاسطوانه اللي دايره دي، انا ما دعمتش تحكيم مصري، انتوا اللي دعمتوه قبل كده. ولو ناس افكرك